احنا عايزين نعرف مين اللي اخترع عمود الكرنك ده. اي حد يقول لك ده الناس بتوع بره كده يعني، واحنا كالعاده اللي اخترع عمود الكرنك ده راجل عربي. فين اتولد؟ فين اتولد؟ في احد الاقاليم السوريه اللي هي على نهر، الاقاليم الشماليه اللي هي على نهر وادي دجله. تمام كده. اسمه ايه؟ اسمه اسماعيل ابن الرزاز الجزري. هو ليه اتسمى الجزريه؟ يعني اتشهر بشهره الجزريه ده عشان هو اساسا اتولد في الجزيره اسمها جزيره ابن عمر في الايه، في المكان اللي انا قلت لكم عليه ده بالنسبه لشمال سوريا على نهر وادي دجله ده. هو اخترع، هو من احد المهندسين العظام في الميكانيكا، لدرجه ان هو استعمل، يعني هو استعمل اختراعه ده سنه 1200. هو مولود 1136. استعمل اختراعه ده في ضخ الميه في ري الارض بدون ما واحد يلمس صباع، يعني يلمس اي حاجه كده. ده اوتوماتيك ميكانيكيه بسبب عمود الكرنك. معقول الكلام ده؟ اه والله. طب انت عرفت منين؟ ما هو عادي، ما انت بتبحث بقى وبتشوف يعني. لما بتشوف عمود، لان عمود الكرنك ده في الدبابه في مشكله وفي اي عربيه. طب عايز اقول حاجه، هو ايه سبب كسر عمود الكرنك؟ سالت السؤال ده لكذا ميكانيكيه فجمعنا الاجابات كلها، وانا هقول لكم يعني في اللي هم قالوه الميكانيكيه سبب كسر عمود الكرنك في الدبابه. انا كنت معاكم عزت المصري. تعالوا نتفرج بعد البرومو ده، تعالوا نتفرج على ايه هم السبع اسباب في كسر عمود الكرنك للعربيه الدبابه. صباحكم زي الفل. يا اخي اقف 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 اقف، انت لمبه الزيت معاك نورت في قلب الطابلوه، ما تقف. لمبه الزيت رعشت، اقف. ما انت عندك اكيد عندك مشكله. ما هي لمبه الزيت دي طالما عملت كده رعشت، يعني نورت مره واحده، يبقى اكيد عندك مشكله. اقف استنى شوف المشكله ايه. ما هو ده اللي بيخلي فيه كسر في عمود الكرنك، هو ده اللي بيخلي ان في مشكله والعربيه تخش في ايه، في عمره وفي طقم شمبر وفي الكلام ده كله. اقف. لمبه الزيت نورت، اقف. الحراره زادت معاك، كل الكلام ده كله اقف. طب عشان عايز تعرف، تعالى يا عم شوف ايه سبب كسر عمود الكرنك. ماشي يا عم، يلا اتفضل اتفرج على الفيديو ده بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. ايه سبب كسر عمود الكرنك؟ عشان ما نطولش كتير، هتفضل انت تروح مدور العربية الصبح وتروح عامل امبلات عشان تسخنها بسرعة تكسر عمود الكرنك. ما انت في ناس كده يروح مدور زن زن زن، هو مش فاهم هو بيعمل ايه. ادي اول حاجه، ادي اول كسر عمود الكرنك. قماص الزياده في العربيه، جاز زياده. سيبك من القماص الزياده، جاز زياده. بلاش ايه كلام يعني كلام كده يعني لازم الناس تفهمه. في ضغط جاز زياده يكسر الكرنك. ايه تاني؟ تلمبس الزيت وقفت منك وعطلت مره واحده. ما فيش زيت، ما فيش زيت هيطلع، هيسخن مع السخونه هيكسر عمود الكرنك. ايه تاني؟ في ايه تاني؟ وارد جدا ان انت بتبقى ساعات بتبقى ماشي تروح واكل حجر، تروح جايلك في كارتيره الزيت، تروح كاتمه طلمبه الزيت، حصل مشكله. واخد بالك؟ ادي برضو مشكله من المشاكل. فلتر الزيت ضرب. طبعا ما احنا عارفين فلاتر الزيت، مش كده ولا ايه؟ ممكن يبقى فلتر الزيت مضروب، فلتر الزيت اي كلام، فلتر الزيت مش يعني مش جوده كويسه، ممكن طبعا يعمل لك مشكله. طب ايه تاني؟ خرطوم الدينامو. لو انت مركب خرطوم دينامو مش اصلي او مش جوده كويسه، مش شرط يبقى اصلي، يبقى مش جوده كويسه وضرب منك وانت ما حسيتش بيه، يبقى في مشكله، يكسر عمود الكرنك. ما في الزيت مش طالع له، هيسخن مع المشي وانت كتير احنا ممكن ما تاخدش بالك يعني. في ايه تاني؟ بيبقى في حته فنيه قالوا لي عليها يعني الميكانيكيه، جلبه الكامه اللي في النص ممكن تروح تلف منك، جلبه الكامه تلف منك يحصل كسر في عمود الكرنك. طب انا اتجنب كل ده ليه؟ ما انت عندك لمبه بيان في قلب الطابلو جوه، تاخد بالك منها، رعشت منك يبقى في عندك مشكله. مش عارف فضلت تطفي وتقيد، يبقى اكيد في مشكله. اقف شوف ايه المشكله، اقف ما تمشيش، اقف في مشكله. رعشت تطفي وتقيد،
ادت مره، يعني ادت مره واحده وثبتت ومش عايزه تيجي. عشان كده لازم تاخد بالك من دي. يعني انت لو في عندك مشكله في التابلو بالنسبه للفيوز بتاعه او اي حاجه في المشاكل دي كلها، فيوز السرعه، فيوز الزيت، فيوز الار بي ام، كل الكلام ده كله، يبقى انت لازم تاخد بالك، لان دي عباره عن بيان قصاد منك على الشاشه. يبقى انت تاخد بالك من ده. لمبه الزيت هتبص لها، عرفت ان في مشكله، فلتر زيت ضرب، مش عارف الخرطوم عمل اي مشكله، طلمبه الزيت عطلت منك، اقف يا باشا، اقف. ما تمشيش، ما تقولش هتمشيني وتوديني المكان، لا اقف. يبقى في مشكله عشان ما تروحش في موضوع كسر عمود الكرنك. ودخلت انت بقى طبعا دخلت في عمره موتور. عشان كده ده مهم جدا، ده من اسباب كسر عمود الموتور من بعد عمود الكرنك في الموتور. من بعد احنا ما سالنا صنايعي واثنين وثلاثه ادانا كل الداتا دي كلها. في حاجات تانية طبعا، في حاجات تانية بس دي بتبقى جايه ايه مع الوقت، حاجات بقى تبقى مستخبيه تكون سبب، لكن ده من الاسباب الرئيسيه. فعشان كده مهم جدا الفيديو ده. انا اتمنى لو انت اتفرجت على الفيديو ده ويعني يعني اتعلمنا كلنا وشفناه واستفدنا منه، اتمنى انك تشاره عشان تعرف تعرف غيرك. يبقى انت على الاقل المعلومه ما وقفتش عندك، احنا عرفنا. يبقى لمبه الزيت دي مهمه، لمبه الاعطال اللي في قلب التابلو دي نورت معاك، اقف بقى استنى شوف في ايه. صباحكم زي الفل، انا كنت معاكم عزت المصري. كل ده ما تنسوش ان احنا عندنا قناه يعني على اليوتيوب، هسيب لكم الرابط بتاعها فوق. عندنا اكتر من 320 فيديو مع ميكانيكيه كتير بتدينا نصايح وارشادات وبتعلمنا فنيات بالنسبه للعربيه الدبابه والدي مكس. صباحكم زي الفل. اتمنى ان انا كنت الفيديو ده فيديو خفيف، واتمنى ان انا كنت خفيف عليكم، ما اتكلمتش كتير. تمام كده. انا كنت معاكم عزت المصري، لكم التحيه والمصر الحب كله.